ممكن يسوي كان المنتخب السوري بإمكانه أن يحلم، بإمكانه أن يتحدى بعد عام 86 أين وصلت سوريا لآخر الأدوار وخرجت من العراق على بوابة مكسيكو والأزتك بعد أكثر من 30 سنة. هذا الشيء لعرب سوريا يتأمل ومعه منتظر الإيجابيات. سوريا لا تستحق الخسارة هنا في ماليزيا. شكرا لكم انتم، بنظري انا ابراهيم علي، بنظر الشباب لاعب المنتخب، الناس اللي اجت نزلت على الساحه من الابطال، هم اللي برج العالم وصلوا للعالم الرسالي انه نحن موجودين. شو بتقولوا للجماهير؟ بنعتذر بكل طفل وكل امراه وكل ام شهيد وكل شهيد. كنا نحن امنيتنا انه نحن نتاهل لروسيا ونجمع كل هالعالم. قدر الله ما شاء فعل، قادمات اجمل. انا بقول لهم للنسور قاسيون نسور سوريا، بقول لهم انتم جايين على رح تشوفوا اهاليكم اطفال، واليوم هذا الاستقبال الرسمي والحكومي والشعبي بكل تاكيد هو جزء بسيط من تكريم كبير سيكون لهذا المنتخب بكل تأكيد. الأكثر من هيك إنه بتحط حكم أوزبكي على اللعبة الثانية وبيعمل حاله مصاب، ونحن اللي تأهلنا بدال أوزبكستان على الملحق، يعني وكأنه عم يقولوا لك يعني إجباري بدك تخرج برا. وثق تماما ما ربحونا بسيفهم، يعني هن بالظلم التحكيمي وبقوانين ما لها اساس، لانه بزمانه ب 98 وقت كانت سوريا والعراق عم تلعب ملحق، كان الفريق العراقي طلب انه المباراه الاولى كونه عم يلعب خارج ارضه تكون خارج ارضه، والمباراه الثانيه بارضه. تصور وافقوا له، نحن ما عم يوافقونا ولا على قرار.